فطار كده على السريع. هي حلاوه جبنه يا جماعه من وسط برلين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ وده بدايه الفلوج لالمانيا يا جماعه. الساعه دلوقتي حوالي 5 كده، وده يعني صباح العيد. ان شاء الله هنروح نصلي في برلين. دلوقتي الرحله بدات من فروتسوف من بولندا. احنا دلوقتي في الشارع، هنطلع من هنا لبرلين مع محمد سالم ورا الكاميرا. هوريه لكم في الفلوج لسه مع معاذ صاحبنا. دي المره الثانيه اللي هنسافر فيها المانيا، لان كان في سفريه فاتت ل4 دول في اوروبا وكده، فدي المره الثانيه. فمن غير كلام كتير يلا بينا نشوف الرحله دي هتمشي ازاي. يلا بينا. احنا دلوقتي رايحين للطريق المفروض مفيش حد في الشارع، لو اتكلمنا هيطلبوا لنا البوليس. تبقى معانا سندوتش كده ويا دوب طقم على قد الرحله وعلى الله. لو تحبسنا انت بالكلام الكتير. خلاص يا جماعه دلوقتي احنا عند بيت معاذ والعربيه هي ورانا، ودلوقتي طالعين المفروض لبرلين. الطريق من هنا لبرلين حوالي 400 كيلو، يعني 3 ساعات مثلا او يمكن 300 وشويه كيلو. لا دي تنزل في ورا الكواليس دي. يا جدعان فروتسوف جامده دلوقتي، حرفيا الساعه تقريبا 5. الشروق خلاص قرب جدا لان الفجر عندنا هنا الساعه 2. دلوقتي خلاص العربيه ورانا اهو، طالعين على برلين 3 ساعات من هنا بالظبط. اقرب سبوت من بولندا لالمانيا هي فروتسوف ومدينه ثانيه كده. احنا اوريدي قريبين. العربيه هي ومعاذ جه، يلا بينا نطلع. طب يا جماعه وي ميد ات تو برلين دلوقتي للمره الثانيه، ووصلنا برلين خلاص. ويلكم برلين. فيلكومن ان برلين. فيلكومن برلين. دلوقتي احنا في شارع العرب. صلينا العيد بقى، عرفناش نصور طبعا بالكاميرا وكده لان احنا كنا داخلين بالعافيه. دلوقتي احنا يا جماعه في شارع العرب لسه يعني، ولقينا بقى ايه مطعم اسمه الفطيره الساخنه هنا. احنا المفروض في قهوه عربي يعني ورانا اهو. احلى مسا على الرجاله. بس شارع العرب بقى روقان، انت ماشي كانك في بلد عربيه اصلا. تكبيرات شغاله بتاعت العيد. واحلى مسا يا جدعان. ورانا هنا مسمكه المحيط برضو روقان. بصوا يا جماعه انت كانك في دوله عربيه بالظبط، كل حاجه تتخيلها. انت محل فساتين، قهوه. الشارع العربي في برلين تحفه. الصيدليه يا جماعه بالعربي. فطار كده على السريع من مطعم الدمشقي هنا في شارع العرب، ورايق جدا يعني. بعد ما نخلص هنقول بقى راينا في كل حاجه. طيب روقان. طب يا جدعان احنا لسه مخلصين اكل دلوقتي في مطعم الدمشقي. بصراحه الاكل طعمه خطير وعايزين نسمع بقى الاراء كده. اتفضل معانا المايك. احنا طلبنا اول حاجه مشاوي، والمشاوي كان فعليا يعني اصل المشاوي بتيجي من سوريا فعليا. مطعم اسمه الدمشقي ظهرت لهم بينت لهم مكان في شارع العرب على طول قدام. بص شاورما البيك هنا، هو الناحيه الثانيه على طول. اسعار كويسه يعني. الخدمه برضو ما خدناش وقت كتير عشان يطلعوا لنا الاكل. حاجه روقان. قعدنا الراجل بتاع صاحب المطعم جه اتكلم معانا، وكان فاتح مطعم في مصر. في لا دكتور سالم بقى معانا يا جدعان، لازم يقول رايه في المطعم عشان هو استاذ في الحوارات دي. انا بعد اللي انا اكلته ده انا محتاج امدد في اي مكان ورايح يعني. قهوه فيروز اهو. بص مقهى فيروز. الاكل 10 من 10 واحلى شاي بالنعناع. سواء خدمه يعني الطعم برضه. احنا واقفين الشارع قافل ومصور، فاهم اللي هو سواء كانت الخدمه او الطعم بتاع الاكل كان تحفه بصراحه. تسلم ايديهم. فلا حاجه رايقه يا جماعه. انا مش في برلين خالص، انا بص انا في دوله عربيه. حاجه روقان والله، كل حاجه رايقه، الجو جامد، فانا مبسوط الصراحه.
مطاعم حلويات طبعا سوري بقى في كل مكان. طب يا جماعه احنا في محل حلويات كده وبس، يعني المحل ده نورتنا يا باشا حبيبي. تحيا مصر. الله يخليك. طول الفلوج بقى هطلع على اليوتيوب دي. لا على اليوتيوب؟ تحب يلا اوكي يوتيوب. بس لا انا في بولندا بعمل فيديوهات عن الدراسه هناك. الله يخليك ان شاء الله شباب. فرصه سعيده. انا مثلا سعيد. تمام مع السلامه. تمام يا جماعه احنا جبنا حلاوه بجبنه هنا من المحل ده. اي حد بقى يجي برلين لازم يجي هنا عند المحل ده في شارع العرب. طب يا جماعه احنا في شارع العرب دلوقتي وخلصنا اكل وكل حاجه، ما نسينا نصور. دلوقتي دي حلويات، دي حلاوه جبنه من المحل السوري اللي كنا فيه دلوقتي. نجربها كده ونشوف عامله ايه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه جامده جدا يا جماعه، لازم تيجوا تجربوها هنا. بس هي حلاوه جبنه يا جماعه من وسط برلين في شارع العرب. ايه رايك بقى في الحلاوه بالجبنه؟ ايه رايك يا محمد في الحلاوه بالجبنه؟ انا اول مره اجربها الصراحه. يا جماعه انتوا هو المكونات، بص انا العجينه نفسها ما اعرفش معموله من ايه، لكن ده المفروض ان هي جبنه، هي مسكره مش عارف، هي المفروض مديه على كريمه جبنه مديه على كريمه وفستق، هي طعمها حلو في المجمل يعني. حبيبي على اليوتيوب اهو. البيت المصري فضيحه. رحمه الله. حلاوه بالجبنه، حلاوه بالجبنه. طب احنا قاعدين في قهوه كده مش عارف اسمها ايه، او السلوم او حاجه، نشرب شاي بالنعناع كده على الهادي. قهوه تقريبا فلسطيني او كده. معانا هنا الشباب ومستنيين القهوه. انا تكونوا شايفين يا جماعه وي ار فلوجينج ناو. ان احنا كنا في مول كده، كنت بعمل كام حاجه. المفروض ان انا رايح دلوقتي العربيه تاني واحتمال نقابل حد. ليتس سي كده ايه اللي هيحصل. الناس ماشيه بتتفرج علينا هنا للاسف. الكاميرات في كل حته لسه ليها ستيريوتايب كده. طول ما انت ماشي بتصور الناس بتفكر انت بتعمل ايه. شايفين الهامراي الجامده اللي ورايا دي؟ استنوا، هامراي في برلين قاعد سريع. تاكسيات المرسيدس البيج في كل مكان. يا جماعه لحظه يا جماعه، بص اللي هيحصل دلوقتي. حرامي. على محمد سالم. مع زي ما قلت هنا احلى حاجه فعلا بتعجبني الشوارع قد ايه ان هي راقيه كده. طول ما انت ماشي عربيات نظيفه وغاليه يعني بص انا هلف الكاميرا كده ببساطه خالص، هتشوفوا ورايا مرسيدس جايه في الطريق. اهلا بالمرسيدس في الفلوج. الراجل شافني وانا بصور العربيه من فوق. هلاقي مرسيدس ثانيه من سويسرا، حاجه رايقه جدا. بحاول ما ابينش النمر، فحاجه لاكشري. انت ماشي في شارع لاكشري طول ما انت ماشي. مرسيدس يمينك اهي كمان لو باينه في العدسه. واهم حاجه هنا في برلين هتلاحظها الجرافيتي في كل مكان. هنا شايف الجرافيتي في كل حته. دي حاجه مميزه جدا كمان في برلين، ان انت طول ما انت ماشي في جرافيتي. وكانوا بيقولوا ان زمان قصته ان كان الرسمه ب 100 يورو الغرامه بتاعتها، والبوستر الغرامه بتاعته 25. المهم احنا لحد دلوقتي كده العصر في برلين. مش عارف هشحن الكاميرا ازاي عشان قربت تفصل. هكمل فلوج بالتليفون ولا ايه اللي هيحصل؟ مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. فهقفلها عشان نلحق نصور اي حاجه ونشوفكم قريب جدا. الناس هنا لطيفة جدا. في عرب، في اتراك، في كل الجنسيات اللي تتخيلها. المباني قديمة، الناس اوبن مايندد جدا. افضل مكان لحد دلوقتي ممكن تعيش فيه هو برلين وفيينا. غاليين جدا في المعيشة بس يستاهل. انا ماشي في الشارع هنا يا جماعة لقيت الفراعنة برضو منورنا في كل حتة. فا as you see like here في اعلان كده تقريبا هيعرضوا اللوحة بتاعتها حاجة زي كده. ستريت تالنتس بقى يا جماعه دلوقتي. فمعانا فقره ستريت تالنتس من برلين. واحد بيغني في الشارع كده، فيلا بينا نصور. طب دلوقتي يا جماعه احنا سمعنا عن مطعم كشري. وهنا تيجي اهم حته في الفلوج. وانا ماشي في شوارع برلين فوجئت بمطعم كشري. انا كنت عارف المطعم ده بس ما كنتش متخيل اني هلاقي المطعم ده بالصدفه مره واحده. وهنا حصل حنين للموضوع ونوستالجيا لام. دخلت مطعم الكشري وسالت الناس عن كل حاجه وان انا هصور فلوج على اليوتيوب. وكلمت صاحب المطعم والمفروض انه هيكون بيشوف الفيديو ده دلوقتي. فشكرا جدا للمطعم وكل الاستاف اللي شغال هنا. حقيقي فعلا الواحد كان محتاج ياكل كشري من زمان وما كانش متخيل انه هياكل كشري في برلين. صاحبه الماني وجات له الفكره من مصر. فكره رايقه يعني. فاحنا دلوقتي ورانا كشري. فجس وات احنا هندخل هنحاول نتكلم مع راجل وكده. في ناس بتاكل بره وبتاع وكده. فايه هنحاول ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. I'm not. Okay. Here is a guy from your country. Yes. Come and مصري.
ازيك يا معلم؟ قصه، لا قصه تحت صاحب المطعم وبتاع وكده، فاحنا جايين نصور بقى من ورا الكواليس على. طب يا جماعه دلوقتي احنا اخر حته في الفلوج بتاعنا من برلين. المفروض ان احنا دلوقتي بناكل كشري في المانيا وفي برلين. احنا في مطعم كشري لوكس. المطعم ده بيعمل كل الاكل المصري، وصاحب المطعم للاسف مش هنا. لو هو هنا كنا نعمل معاه انترفيو رايقه كده. فكلمه واحد مصري جوه في التليفون وقال لي اعمل اللي انت عايزه هنا وصور وروق الدنيا. دلوقتي هنصور لكم هم بيعملوا الكشري، وهنصور لكم كل الاكل اللي هنا، في حواوشي، في كشري، في كل حاجه مصريه تقريبا. احنا دلوقتي هنخش نشوف الدنيا عامله ازاي جوه وهنصور الكشري، فيلا بينا. طب دلوقتي احنا جوه، هما بيعملوا الكشري. هنصور هما بيعملوا بقى الكشري من الاول للاخر كده ونشوف الدنيا عامله ازاي.